السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحبايبي في مطبخ ست البيت. أنا هعمل النهاردة المكشكشة. طبعا كلنا سمعنا عن المكشكشة، ترند السنة دي وأسعارها فوق الخيال. أما بسمع عن 450 500 مش فاهمة ليه. علما إن هي مش هتكلف إلا لفة جلاش ومهلبية. ادي المكشكشة اللي بيتكلموا عليها، واللي كل شوية يقولوا المكشكشة وترند السنة دي وحاجة غالية جدا. مش فاهمة ليه. طبعا اي واحده ست شطوره هتتفرج على الفيديو دوت هتعمل مكشكشه بطريقه سهله جدا وبسيطه ومقاديرنا مش مكلفه. انا معايا لفه جلاش ومعايا مهلبيه. لفه جلاش اهي، يعني حاجه بسيطه خالص ومش هتاخد معايا كمان وقت. معايا لفه جلاش اهي تمام، هركنها على جنب. طبعا انا عامله المهلبيه. دلوقتي هجيب ورقة جلاش احطها في الصينية. انا عايزة طرف الورقة تبقى من بره الصينية بالشكل ده تمام. اهي معايا، يا رب تكون واضحة معاكم. اجيب واحدة تاني كده واعملها بالشكل ده تمام كده. يبقى انا جبت ورقة سبت نصها بره ونصها جوه الصينية، والتانية بنفس الطريقة بس العكس. وادهن سمنة احط ورقتين تاني بنفس الشكل. برضو معايا ورقة جلاش اهي كده. ادهن سمنة يبقى انا حطيت ورقتين من هنا وورقتين من هنا ودهنت سمنة بالشكل ده كده. بعد كده احط واحدة في النص طب ليه انا مطلعه الطرف ده كده بره؟ عشان خاطر لما احط المهلبيه معايا ما تتحرقش مني او تطلع بره الصينيه بالشكل ده. احط ورق تاني شايفين؟ سهلة جدا، مش محتاجة اي حاجة. دلوقتي بقى اجيب المهلبية بتاعتي واحطها كده في الصينية وابدأ افرد. اوزعها بس كويس. فردتها كويس، ابدا انزل الاطراف دي بالشكل ده بعدين دهنة سمنة بسيطة انزل الباقي كده. انا نزلت الاطراف كلها بتاعت الصينيه معايا بالشكل ده، شايفين اهي؟ شايفين سهله وبسيطه خالص ازاي اهي معايا. ابدا بقى اجيب الجلاش بتاعي، اجيب الورقه معايا واديها بالشكل ده
كده. وبعد كده احطها في الصينية، ارفعها كده واحطها في الصينية اهي. شايفين بقت معايا بالشكل ده كده معايا في الصينية. انا كده عملت نص الصينية، اكمل بقية اللفة معايا واوريها لكم. دلوقتي انا خلصت الصينية معايا، هجيب حوالي ربع كوباية سمنة، امسح كده كده فوق الوش. وبعد كده ادخلها على درجة حرارة 180. هقطعها الاول قبل ما ادخلها الفرن، يعني انا هقطعها بعد كده ادخلها الفرن، واول ما تطلع هوريها لكم. دلوقتي الصينية طلعت معايا اهي بعد ما استوت. هبدأ اسقيها بالشربات كده، واسيبها تبرد معايا خالص، وبعد كده اوريها لكم. دلوقتي انا خلصت المكشكشه معايا، احط فول سوداني كده من فوق الوش. شايفين طالعه تحفه، شايفين شكلها. يا رب النهارده الحلقه تكون عجبتكم، ما كنتش تقيله عليكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.